هاي. النهارده هنتكلم في فيديو جديد. فيديو النهارده، انت مش مسؤول تغير من حد، انت موجود عشان تغير نفسك، وانت بتأثر بس في اللي حواليك بتصرفاتك. يعني لو انا شخصية قاعدة في مكان، انت الوحيدة المختلفة في الصفات او في الحاجات بتاعتك اللي بتعمليها او عاداتك او مبادئك او ايا كان اللي بتعمليه مختلف عن الناس اللي انت قاعدة معاهم. ممكن تأثري في شخص واحد فيهم، في شخصين ممكن تأثري، ممكن متأثريش. لكن انت مش مسؤولة تاخدي كل واحد كده من ايده وتضيعي انت حياتك كلها عشان قاعدة بس تشوفي مين الشخص ده عايز يتغير ونقعد نغيره احنا. واحنا مش موجودين عشان نعمل كده. احنا موجودين واحنا ممكن نأثر في الدايرة دي، ممكن نأثر في دايرة العلاقات دي، ممكن نأثر في الشغل ده، في الشلة دي. بس احنا مش موجودين عشان نقعد نغير كل واحد ونقول له تعالى تعالى هنغيرك، او نستنى واحد واحد نقعد نغير فيه. احنا مش موجودين عشان كده. فانا موجودة عشان بأثر بس. فما تجيش مثلا ان واحدة يبقى الشلة بتاعتها كلها صحابها مختلفين، دايرة العمل كلها مختلفة، وتقول انا عايزة ادخل اصاحبهم. تدخلي تصاحبيهم بعد كده تلاقيهم مختلفين عنك تماما في كل حاجة بيعملوها. تقعدي انت تقولي انا هغيرهم. حبيبتي، هما لو كانوا عايزين يتغيروا كانوا اتغيروا. انا الفيديو لو انا بتكلم فيه وقلت لك الكلام ده اثر فيكي، انت واخده القرار انك تتغيري، هتتغيري وهتعملي الحاجات اللي انا بقولها او الحاجات اللي انت بتسمعيها مفيده ليكي. طب لو انت مش عايزه تتغيري، بتسمعي مثلا مجرد انك بتسمعي بس، ممكن اثر فيكي والكلام تفكري فيه. هتفكري في الكلام، ممكن ياخد شويه ويدي في دماغك. لو انت مش حاطه انك تغيري، خلاص الكلام هيتنسي. لو انا حاطه ان انا هتغير، هاخد الكلام هكتبه، همشي بيه على حاجات، هعمل بيه ستيبس، خطوات يعني. فاشوف بقى. فلو الناس دي هم عايزين يتغيروا، هم كده كده هيتغيروا. لو هم هيتغيروا، لكن ما تخشيش انتي كل شيء هتخشيها انتي اللي تغيريها. الناس انا عارفه ان هم صعبين او مختلفين جدا في طباعهم عني، وانا هدخل بقى انا هغيركم. وهي اما انتي واحده بس، يا هتاثري في كام واحده فيهم، يا لو ما اثرتيش هتخلي كل اللي قاعدين دول يا اما مش هيبقوا طايقين يتعاملوا معاكي عشان انت مختلفه عنهم، يا اما هتدخلي بس هما اللي هيخلوا طباعهم تعمل عليك انتي. يعني انت تبقي انت اللي شبههم، يعني انت واحده بس. هتقولي لا انا هقدر اغير فيهم، لا هتزهقي ومش هتقدري، عشان هم لو واخدين القرار كانوا غيروا من نفسهم من الاول. دي شله كده او دي ناس نظامها كده. انت تدخلي مجرد بس ما تبقي قاعده معاهم مش طايقه، او هم مش طايقينك، او انتوا مش راكبين على بعض. فبلاش نحط نفسنا في حاجات زي كده، بلاش ندخل في حاجات احنا عارفين ان هي مش مناسبه لينا، بس احنا داخلين عشان احنا هنحاول نغير الناس اللي موجوده. انت مش موجود عشان تغير حد. انا ممكن اثر في اللي حواليا بس مش ممكن اغيره. دي بوينت 1. بوينت 2، ان ما حدش يجي يقول لي انا هاخد واحد حتى لو صفاته وحشه شويه، انا ان شاء الله بعد الجواز هنقعد نغير فيه. ليه يا حبيبتي؟ هو اصلا كده كده كده، هو عارفك كده، هو من زمان هو عايش على كده. فهل انت هتيجي تغيري الشخص ده؟ نيفر. ابدا مش هتغيريه، ولا هو هيتغير لو هو مش عايز. هو بقى خد القرار من نفسه وقال انا هتغير عشان البنت دي، فهو دي حاجه من عنده هو. هتشوفي انت بقى التغيير ده عليه. لكن هو ما عملش كده، يبقى هو مش هيتغير، وانت مش هتعرفي تغيريه ولا بعد الجواز ولا في خطوبه، ولا انت هتحاولي تخليه يعمل تصرفات هو مش عايزها. لان لو مره وافق ان هو يعمل الحاجه دي، المره الجايه مش هيوافق عليها. يعني لو هو مثلا برضو العكس، لو هو واحد مثلا بيهتم بصحته وبيروح جيم مثلا وبياكل اكل صحي، فتيجي انت مثلا واحده بتاكلي كتير وكل الوقت اكلك من بره وفاست فود والدنيا بايظه عندك، هو حاول يغيرك. انت ماشي مره هتبقي ماشي انا هعمل كده عشان بحبك وانا عايزاك ومش عارفه ايه، مره في اتنين بعد كده تلاقي نفسك زهقتي عشان مش دي الحياه اللي انت عايشاها. انت عشان تاكلي براحتك ومش عايزه حد كل ما مره تيجي تاكلي بقى. طب هي بقى هنرضيه هو ولا راضيين انا؟ طب هاكل انا بقى ولا هياكل هو اكل من بره زيي، ولا هاكل زي اكل صحي بس انا غصب عني مش مبسوطه مش متلذذه بالحاجه دي، عشان انت مش عايزه تغيري من كده، انت حابه كده، انت بتاكلي كده. فما تحاوليش تخلي حد يغيرك. لو انت مش هتتغيري، هو كده كده محدش هيحاول يغيرك، لان انت كده كده انا مش عايزه كده، انا من جوايا مش عايزه. انا بنزل فيديو انت شفتيه فغيرك، هو غير عنك فكره، هيحطلك فكره جديده. فبلاش نخلي الناس اللي حوالينا تأثر علينا بس. غير كده ما تعملش اكتر من كده. يعني أنا الناس هتأثر عليا، انا اتغيرت هترجعلي، ما اتغيرتش هترجعلي. لكن انتي يا حبيبتي مش هتغيري حد. انتي ممكن تأثري بس. ما تاخديش اشخاص وتقولي لي هقعد اغيرهم وانا جاهزه من حياتي، هقعد اديهم سنه سنتين ثلاثه هيرجعوا نفس الطبع.
واسألي اي حد بعد كده اتجوز، او حد كان مصاحب حد، او حد كان في حد خاطب، حتى تلاقيه نفسه بيقولك ايه، انا كنت حاولت اغير فيه كتير بس طباع غلابة. اه انا طبعي كده، او انا دي حاجاتي. ما تحاوليش تغيري في حد هو مش عايز، لان لو انا عايزة هو بيبقى نابع من جوايا. فانتي مسؤولة انك تغيري نفسك بس، ولا حد بقى يجبرك، ولا تقولين انا هحاول اغير الناس اللي في حياتي او الشله اللي انا فيها. انتي لو بتغيري بتغيري نفسك بس، اللي عايز يتغير هيتغير، عشان كل واحد عارف هو عايز ايه.